بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل إن شاء الله في هذا الوقت القراءة في تفسير السعدي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد وصلنا إلى ما حصل ليوسف مع أخيه، وتلك الفعلة التي فعلها يوسف عليه الصلاة والسلام لأخذ أخيه، والمكيدة التي علمها الله عز وجل يوسف. قال الله عز وجل: كذلك كدنا ليوسف، أي يسرنا له هذا الكيد أن يأخذ أخاه يبقيه عنده. ثم قال الله تعالى: فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وصلنا إلى هنا، صح؟ قال: أي فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم خلصوا نجيا، أي اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم وجعلوا يتناجون فيما بينهم. فقال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في حفظه وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف فاجتمع عليكم الأمران: تفريطكم في يوسف السابق وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق، فليس لي وجه أواجه به أبي فلن أبرح الأرض، أي سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي وهو خير الحاكمين. بعدما حاول إخوة يوسف عليه السلام، أي حاولوا من يوسف أن يعطيهم أخاهم وأن يأخذ آخر، أن يعطيهم بنيامين وأن يأخذ أي رجل منهم، فامتنع يوسف عليه الصلاة والسلام لذلك، لأن مقصده هو أخذ أخيه. عند ذلك يئسوا، فلما استيأسوا أي يئسوا من أن يعطيهم يوسف أخاهم بنيامين وأن يسمح لهم بأخذه. خلصوا نجيا، أي اجتمعوا، انحازوا من الناس، ذهبوا من الناس واجتمعوا لوحدهم ليس معهم أحد آخر. خلصوا من أنهم الخلاص، وهو أنهم جعلوا أنفسهم لوحدهم، اجتمعوا لوحدهم وليس معهم أحد غيرهم، وجعلوا يتناجون، أي يتكلمون فيما بينهم. ومن الكلام الذي قالوه في حال اجتماعهم
وخلوصهم لوحدهم. قال كبيرهم الأكبر منهم قال لهم، وقيل أن هذا هو الذي أشار إليهم بعدم قتل يوسف، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وألقوه في غيابة الجب. هذا الكبير، هذا الكبير. قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثق، يعني أنه قال عندما أرادوا أن يأخذوا هذا بنيامين ماذا قال لهم أبوهم؟ ماذا قال؟ قال ائتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم جاءوا بالمواثيق، وأنتم الآن لم تفوا بالميثاق، لم تفوا بالميثاق إلا أن يحاط بكم، لكنه يعني قد أحيط بهم، لكن هو يقول أبونا لا يعرف أنه أحيط بنا، وإن بمعنى كلامه وإن قلنا له سوف يكذبنا. وحصل الذي قال أنه كذبهم ولم يصدقهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لم تحفظوا، يعني لم نحفظ أخانا الصغير الذي قد أخذ أبانا منا المواثيق. والأمر الثاني من قبل ما فرطتم في يوسف اجتمع عليكم الأمران: تفريطكم في يوسف السابق، وعدم اتيانكم بأخيكم باللاحق هذا بنيامين، أنهم ما أتوا به. فعند ذلك قال يعني ليس لي وجه أن أواجه أبي، كيف سأواجه أبي ونحن فرطنا في السابق بيوسف والآن لم نأتي بأخي؟ لن أرجع ولن أترك هذه الأرض، أي أرض مصر، فلن أبرح الأرض، أي لن أترك هذه الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالرجوع، يقول ارجع أو يحكم الله لي. قالوا بمعنى أن يحكم الله لي، وذكر علامة السعدي أي أن أرجع أنا وأخي أو أرجع لوحدي. أن ذكر كثير من المفسرين أي يحكم الله لي أني آخذ أخي، أني آخذ أخي وأرجع به معي إلى عندي أبي وهو خير الحاكمين. ثم بعد ذلك وصاهم، قال ثم وصاهم ما يقولون لأبيهم أي الكبير، قال لإخوته يعني ماذا تقولون؟ يعني أمرهم ما يقولوا لأبيهم. قال ثم وصاهم ما يقولون لأبيهم، فقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي وأخذ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، جهد والجهد، والحال أن ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا، لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله وما كنا للغيب حافظين، أي لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. واسأل إن شككت في قولنا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فاطلعوا على ما أخبرناك به، وإنا لصادقون، لم نكذب ولم نغير ولم نبدل، بل هذا هو الواقع، بل هذا الواقع. أي قال لهم الكبير ارجعوا إلى أبيكم وأخبروه بما حصل، أخبروه بما حصل من أن يعني أخانا حصلت منه يعني أنه استخرج منه الصواع،
يعني نادى مناد أنه سرق الصواع، فأخرج من رحل أخينا، أخرج من رحل أخينا، وبذلنا وسعنا في أن نرجع بأخينا معنا، بذلنا الوسع. أما بذلوا أنهم قالوا يعني خذ واحد غيره، خذ واحد غيره منا وأتي بأخينا يا أبانا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. قال وما كنا للغيب حافظين، ما كنا نعلم أن هذا الأمر سيحصل، أن يحصل من هذا الأخ على ظنهم السرقة. ولو كنا نعلم أنه يعني سيسرق على حد زعمهم وما سرق، يعني على ما شاهدوا فقط، ما سنأخذه معنا. قال وما كنا للغيب حافظين، أي فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ، وإلا لو علمنا ما أخذناه معنا. واسأل إن شككت في صدقنا. وقد حصل، شك يعقوب عليه الصلاة والسلام في صدقهم. اسأل القرية، أي أهل القرية، اسأل البيوت، لا، اسأل أهل القرية، يعني قرية مصر، واسأل القرية التي والعير التي أقبلنا فيها، أي العير الذين جاءوا معنا ورأوا ما حصل من أخينا. اسألهم إن كنت شاك في صدقنا، وسيخبروك بالحقيقة، يخبروك بالذي أخبرناك به، فلم نكذب ولم نغير ولم نبدل. قال فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كمده، واتهمهم أيضا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى. ما هي القضية الأولى؟ اتهمهم في هذه القضية هو ترك أخيهم الصغير عند يوسف، وأنهم فعلوا هذا هم من عندهم، أنها مكيدة من عندهم. والقضية الأولى ما فعلوا بيوسف. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر، إنه هو العليم الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته واضطراري إلى إحسانه، الحكيم الذي جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانية. قول يعقوب عليه الصلاة والسلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي كما قال في مسألة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي مسألة يوسف فرطوا، هم كادوا المكيدة، لكن في مسألة أخيهم ما فرطوا. وذكر بعض أهل التفسير عند قول يعقوب عليه الصلاة والسلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قالوا أن يعني عندما قصوا له القصة قال أنتم السبب، وإلا يعني ما كانوا سيأخذوا أخوكم لو أنهم حكموا بحكمهم، أي بحكم مصر ما تقدم معنا. الله عز وجل قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم أهل مصر. حكم أهل مصر عقوبة
وغرامة يدفعها السارق، وغرامة يدفعها السارق، بل أنتم السبب بأنكم قلتوا يعني الحكم، يعني أنتم الذي أصدرتم الحكم، لأن يوسف قال فما جزاء إن كذب؟ قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء. ما هو الجزاء عند يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ هو أن يؤخذ السارق ويصير عبد لمن سرق منه. إذا أنتم لم تحكموا بهذا، ذكر بعض التفسير أن يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني قال إذا أنتم لم يعني تحكموا بهذا لكان الحكم في دين الملك، وحكم دين الملك كرامة، وترجعوا بأخيكم. ذكروا عند قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، واعتذروا قالوا نحن لا نعلم، نحن كنا متيقنين، بمعنى كلمة متيقنين أنه ما سرق، أن رأينا ما سرق، لا نعلم بأن يعني أن الأمر سيصير إلى هذا، وأنهم سيستخرجوا الصاع من رحله. قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أي وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر، واشتد به الأسف والأسى بمعنى واحد، وبيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء حتى بيضت عيناه من ذلك، أي من كثرة البكاء. فهو كظيم أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد. وقال يا أسف على يوسف أي ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى، أي يعقوب لما أخبره أولاده بما حصل وأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بأخيهم تولى عنهم أي أعرض عنهم، واشتد حزنه واشتد كمده وأسفه على أولاده، الأول يوسف، ثم الأخ الصغير بنيامين شقيقه، ثم الأخ الكبير الذي قال لن أرجع، فقد ثلاثة من أولاده، فاشتد حزنه وذكرته هذه المصيبة فقد بنيامين، تفريق بين بنيامين والأخ الكبير، المصيبة الأولى وهو فقد يوسف. وهذا يدل على شدة حبه ليوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينساه إلى هذه المدة، يعني عشرات السنين، ومع ذلك لم ينسى، بل ما زال يعني حزين على يوسف عليه الصلاة والسلام، وما زال في قلبه أمل أنه يرجع، ما زال في قلبه أمل أن يوسف يرجع كما سيأتي معنا. وقول سيأتي قال فقال له أولاده متعجبين من حاله تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك حتى تكون حرضا، أي فانيا لا حراك فيك ولا قدرة لك على الكلام، أو تكون من الهالكين، أي لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. أي عندما سمع يعني أولاده قوله يا أسف على يوسف تعجبوا، قالوا تالله، يعني بمعنى والله قسم،
تفتأ تذكر أي لا تزال، تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف، وقد مرت مدة، قد مضت مدة وانقضت أعوام، ومع ذلك ما زلت تذكر يوسف، ما زلت تذكر يوسف. وهم يعني قد أيسوا من يوسف وظنوا أن يوسف ما سيرجع، أن يوسف ما سيرجع. قالوا في جميع أحوالك، تذكره في جميع أحوالك حتى تكون حرضا أي فانيا ميتا، عند ذلك خلاص انتهى، وإلا سيذكره في جميع أوقاته، في جميع أوقاته. أو تكون من الهالكين، هو بمعنى حرضا والهالكين بمعنى واحد، كلمات مترادفة من الكلمات المترادفة. أو تكون من الهالكين أي من الميتين، يعني أنك لا يعني تترك ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وأنت تستطيع أن تذكره، ستذكره إلا إذا حال بينك وعجزت عن ذكره بالموت. وما زلت في هذه المصيبة، فقد بنيامين وفقد الأخ الكبير، وهو مصيبة عظيمة، واشتد عليه الحزن، ومع ذلك ذكر يوسف، ومع ذلك ذكر يوسف. فكما تقدم هذا فيه دلالة على حب يعقوب عليه الصلاة والسلام الشديد ليوسف. فقال يعقوب إنما أشكو بثي أي ما أبث من الكلام وحزني الذي في قلبي إلى الله وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم وأعلم من الله ما لا تعلمون من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم. عندما قالوا له هذا الكلام قال أنا أشكو بثي عند قولي يا أسف على يوسف إلى الله، لا أشكو إليكم ولا أبث حزني إليكم، أبث حزني إلى الله. وفي هذا دليل على أن الشكوى إلى الله ليست منافية للصبر الجميل، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال فصبر جميل، والأنبياء إذا وعدوا لا يخلفوا، فقد صبر يعقوب عليه الصلاة والسلام صبرا جميل، صبر الجميل. والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى إلى من؟ إلى المخلوقين. أما إلى الله فلا بأس أن تقول يا رب إني مسني الضر، يا رب إني قد يعني أصابني كذا، تشكو إلى الله، فارحمني، فارفع عني هذا البلاء، فاشفني. هذا يعني ليس مناف للصبر، إنما المنافي للصبر أن تشكو إلى المخلوق، تقول يا فلان أنا تعبان، يا فلان أنا مريض، يا فلان أنا فقير، يا فلان أنا تشكو إليه أصابني وأصابني. هذا الذي هو منافي للصبر، الشكوى إلى غير الله، الشكوى إلى المخلوقين. أما أن تشكو إلى الله تقول يا الله أصابني الفقر، يا الله أصابني المرض، هذا ليس مناف للصبر. مفهوم هذا؟ فيعقوب وعد، وهو نبي من أنبياء الله، والأنبياء إذا وعدوا لا يخلفون، بأنه سيصبر صبر جميل، فصبر صبر جميل. طيب هو شكى هنا، شكى إلى الله، وهذا لا ينافي الصبر الجميل، هذا لا ينافي الصبر الجميل. ثم ذكر الله عز وجل ما قال يعقوب وأعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا يعلم؟ من أنه سيردهم عليه، في قلبه أمل أنهم سيرجعون إليه جميعهم، ليس فقط يعني بنيامين والأخ الأكبر، بل حتى يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد حصل ما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام وما كان يؤمله كما سيأتي معنا في هذه القصة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.